بحكم النظام الجزائري. صاحبي حشموا على رواحكم شويه، راكم كثرتوا وجيبوا لنا تصاور جدد. جابوا شويه تصاور تاع هذوك اللي في طنجه خرجوا يساندوا ايران، ما قدروش يعلقوا على الموضوع باسكو الموقف الرسمي الجزائري غير واضح. ما قادرينش يبينوا الموقف تاعهم. بالحديث عن الجزائر ايران كدا والمغرب، التلفزيون الجزائري عندي واحد الفيديو عجبني بزاف صراحه، اذا تقدروا تكلموا لنا عليه في تقرير من تقاريركم. شاب جزائري ابدع، برك من بعد راح نقص الصوت باسكو للاسف جزائري وراكم تعرفوا الشعر الملحون الجزائري. مي شوفوا الفيديو هذا، جزائري في ايران صور لنا الصور تاع الدمار هناك بشكل ترويجي ولا اروع. شوف دوك شي عجبني انا في ايران وشغل المغرب قاصفوا البومبات والقنابل والباطيمات رايبين، الشعب مازال يتاجر خويا مستغل الطيران. خالتي كيف بدنا قلب اللوز لهنا على صراحه. انا الاول والله غير داني كونتر بيه، انا قلت شفت هكا، شفت الدمار الخراب، قلت والله طهران مساكن على قريب غاضوني. والله طهران ماشي هكا، هذيك وين قصفوا وكذا ما صارتش كيما هكا. وعلاش التلفزيون الجزائري الابداع هذا تاع الشباب الجزائري ما تنقلوه لناش؟ والله غير العبابيه. انا قاعد نشوف قلت سبحان الله، جزائري في طهران وراح ينقل لنا الواقع من تم، حاجه مليحه. السيد قاعد يدير الاشهار تاع قلب اللوز، يبان لي راح يروح مسكين بالماده 87 اونفا. ربي يطلق سراحه على كل حال. دوك شي عجبني انا في ايران وشغل المغرب قاصفوا البومبات والقنابل والباطيمات رايبين، الشعب مازال يتاجر خويا مستغل الطيران. خالتي كيف بدنا قلب اللوز لهنا. هو قاعد يدير الاشهار القلب اللوز. كتر خل العثمانيين صراحه، قلب اللوز بنين الامور.